عليكم شباب، ربي يوفقكم. اخوان هذا الفيديو شلون ابعد الدجاج عن الامراض. الله يشفينا شر الامراض ويشفيكم شرها، يعني حاول قدر الامكان، لكن هن دائما اكو خطوات اساسيه اذا سويناها ان شاء الله ننجح ونبتعد عن الامراض. اول نقطه اللي هو عامل الرطوبه، دائما اكو رطوبه بالارضيه او من ناوي جاي يعني مطر ما مطر اخلي الدجاج تحت المطر، هذا امراض ما يصير. هسه يجيك واحد يقول لك كذا، هذا اخوان انا قاعد اسويكم عن تجربه سنوات والحمد لله وشكر رب العالمين شايف خير على هاي النتيجه. زين بعد شو نسوي؟ الارضيه دائما نظيفه، تكون ارضيه نظيفه، يعني ما اخلي دائما اجل لكم الله الاوساخ تتراكم مال شهر او مال اسبوعين، لا دائما بين فتره وفتره اسكن شو اسمه مسكن الدجاج انظفه اكنسه، ما اغسله، ما يصير ينغسل مسكن الدجاج، ما يصير ينغسل غلط، لان هنا راح تصير رطوبه زايده وبخار وممكن ينصاب الدجاج بالتنفسيه. هاي نقطه. النقطه شنو بعد؟ اخوان دائما الاكل النظيف، يعني كمثال انا اليوم انطيت اكل، هذا اكل انطيته، مثلا جبت اغلب اكو عالم تعطي اكل من البيت، لكن من انطي اكل حدهن فقط، ما يصير اخلي الاكل يمهن، ما يصير، ماكو هيك شيء تخلي الاكل يم الدجاج. يعني شلون؟ اذا انا انطي اكل وجبات، كمثال اليوم انطيتهن وجبه الصبح ووجبه العصر، او وجبه الصبح ووجبه الظهر او وجبه العصر، انطيهن حق شبعهن فقط، هاي لا انطيهن اكثر ولا اقل. ليش؟ لان الاكل من راح يظلم مكان راح تصير بيه بكتيريا، والبكتيريا هاي ضاره، راح يجي الدجاج ياكله، راح نسبب هواي مشاكل لمعده الدجاج، وراح هنا نقص من مناعته ما نرفع من مناعته. بعد شغله، دائما من اجيب دجاج من برا، اشتريته انا من برا، لازم ينعزل اقل شيء فتره اسبوع او 10 ايام، ينعزل عن الدجاج مالتي، اعرفه صاحي الدجاج هذا، يلا اقدر ادخله لمحميتي. يعني ما يصير انا اشتريه وقبل ادخل المحميتي، يجوز الدجاج شوفه صاحي صحيح، لكن ممكن حامل مرض ويسوي لي مأساة. بعد يا اخوان شنو؟ دائما تنظيف المياه، يوميا يتبدل المي، شتاء او كان صيف، المي مالت الدجاج يوميا يتبدل. ذاك الدجاج قام يصيح خباثه بيه، يوميا يتبدل. هذا هاي جزء من طرق الوقايه. قلناها المي، العلف ينطب بصوره صحيحه، من اجيب دجاج ما ادخله بساعه على شو اسمه محميتي. الرطوبه امتنع عنها، لان الرطوبه كوكسيديه تنفسيه طفيليات بكتيريا الرطوبه، فكلهن اذا حاولنا نبتعد عن ذن العوامل راح ناخذ صحه دجاج افضل ومنتج افضل. وان شاء الله قادم لكم فيديوهات توضيحيه اكثر، وتحياتنا لكم شباب، ربي يوفقكم.